السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني مع فيديو من فيديوهات المشاكل اللي بتجيلي على صراحة. النهاردة المشكلة اللي معانا بتقول انا محتاجة استشارة. انا متزوجة من 10 سنوات ومعايا طفلين في ابتدائي، مدخلينهم مدارس خاصة، وده كان طلبي. زوجي بيشتغل وظيفتين عشان يكفي طلباتنا انا والولاد، وهو محترم جدا وطيب وبيحبنا جدا. طب يا ستي، انا تعبت، حاسه كاني عايشه لوحدي، كل المسؤوليات عليا لوحدي. بصراحه كده هو كتر خيره على الشغل، بيجي تعبان قوي يا دوب ياكل وينام. طيب ما هو يعني انت اهو حاسه بيه، مفيش اي مجال نخرج ولا نتكلم ولا نسهر زي الناس، وده تعبني جدا وتعب الولاد كمان، ومش عارفه اعمل ايه. طيب يا حبيبه قلبي، ما هو انت ضغطاه، يعني انت ضغطاه جامد، ما هو عشان يكفيكي ويكفي ولاده زي ما انت ما بتقولي ويدخلهم المدارس الخاصه اللي هي بناء على طلبك انت، لازم يشتغل شغلانتين وثلاثه وعشرة. لان المدارس الخاصه والتعليم الخاص زي ما انت هتصرفي جوه المدرسه لازم هتصرفي بره المدرسه. اني لازم انا في مدرسه خاصه او في مدرسه فيها مستوى معين، فمش هينفع ان انا ابقى في المدرسه في مستوى معين وبره المدرسه لما اقابل صحابي او لما اروح دروس يبقى مستواي اقل. فانت محتاجه مصاريف او كميه فلوس رهيبه، فلازم هو يا عيني هيعمل ايه؟ ما هو مش بايده حاجه، انت ضاغطه عليه. يعني عايزه اقولك ان المراحل التعليميه او التعليم عموما، سواء في عام في مدارس خاصه في تجريبي، دلوقتي بقى كل واحد. يعني احنا مثلا ما احنا متعلمين، انت نفسك وجوزك هتلاقيكم متعلمين في مدارس حكومي. الفرق بيفرق ما بين هل الولاد دول عاملين عليهم ومذاكرين كويس ومتأسسين كويس فدخلوا مرحلة ثانوية فدخلوا كلية حلوة فطلع ليهم مستقبل كويس، وفرق التاني ممكن اكون مدخلاهم مدارس اللي هي زي المدارس اللي هي الدولية، مدارس تجريبي، مدارس خاصة، بدفع فلوس قد كده وولادي يطلعوا فشلة. طب ليه؟ عشان هما الولاد مش عاملين اللي عليهم، مش مذاكرين، مش هو نصيبهم ده من التعليم، هو ربنا كاتب لهم كده. فانا عايزه اقولك ان مش بالتعليم، او هي راحت دلوقتي المجتمع راح في حته ان مكانه البني ادم في ايه؟ في انه يدخل ولاده مدارس خاصه او يعني يبقى عنده حاجات كده يعني خاصه بالفلوس والماديات. بس ده لا طبعا، البني ادم بيرفع مكانته بدماغه، بعقله، بثقافته، بازاي يخلي ولاده احسن، مش شرط بالفلوس يا مدام. الفكره ان انا اقول لك طلعي ولادك المدارس الخاصه دي، ما تزعليش مني، طلعيهم دخليهم مدارس حكومي على قد فلوس جوزك اللي داخلالك، وحاولي تشتغلي عليهم وتاسسيهم كويس قوي، وهم لو لهم نصيب يخشوا كليات كويسه هيدخلوها. بس انت بقى لو انت فضلتي مخلياهم في المدارس الخاصه دي هيضيع شبابك وجوزك مطحون وانتي قاعده مع الولاد، وولادك كمان حتى يعني لا هيتمتعوا بحضن ابوهم ولا هو هيتمتع بيهم. الولاد وهم صغيرين كده بيبقى ليهم متعه خاصه. فالسنين اللي هي الحلوه اللي ما بينكم او الفتره الجميله اللي المفروض تعيشوها مع اولادكم، اللي هي الفتره من هم صغيرين كده في مرحله الابتدائي دي، هتضيع في شقه، وانت هتكبري هيبقى في فجوه بينك وبين جوزك. يعني هتبقى عامله زي الراجل اللي بيسافر وبيجي لمراته كل سنه مثلا، هتلاقوا ان في فجوه طويله. لما الولاد دول يكبروا ويروحوا بقى مشاغلهم ويشوفوا دنيتهم ويتجوزوا، هتحس ان انتوا وهو ما تعرفوش بعض، ان انتوا اصلا ما كنتوش بتقعدوا مع بعض. هو هيلحق يقعد معاكي امتى؟ لما هو بتقولي بيشتغل شغلانتين، بيجي بالليل يا دوب ياكل وينام، كتر خيره، ما نقدرش ان احنا نضغط عليه اكتر من كده. فنصيحتي ليكي ونصيحه لحوحه جدا، الفلوس اللي انتي بتدفعيها للمدارس الخاصة دي من عمرك ومن عمره ومن عمر ولادك، مش ان انت بتحسني من مستوى ولادك يتحسن مستواهم وحالتهم النفسية لما ابوهم يبقى موجود معاهم وانت موجودة، وبنخرج مع بعض، بنقضي يوم حلو، بنعمل يوم فاني كده نقعد نقضيه قدام التلفزيون مع بعض. في يوم اجازة بابا بيقضيه معانا، مش بيقضيه نوم على السرير يريح. يعني انت طبعا ما قلتيش ان هو بيجي يوم الاجازة وينام، ده شيء بديهي، يعني يوم الاجازة هياخدوا نوم، الراجل تعبان جدا.
طول الشهر او طول الاسبوع او المده اللي هو بياخد فيها الاجازه متمرمط طالع عينه يا عيني. هو عشان يحسن من دخله، بس برضو احنا ممكن نعيش بالدخل بتاعنا بالمستوى بتاعنا وننبسط ونخرج ونتفسح. الولاد مش هيفتكروا ان هو زنق نفسه عشان يدخلهم المدارس دي، بس هيفتكروا انه ما كانش معاهم في عيد ميلاد، ما كانش بيخرجهم زي العيال صحابهم، ما كانش بيعمل لهم، ما كانش بيهزر معاهم. احنا بنشوف خاله بيهزر، بنشوف عمه بيعمل، الولاد بتيجي تحكي مواقف مع اهاليها، فانت هتبقي شايله ذنب كل ده، وهتحسي ان انت ما عشتيش، ضيعتي زهرة شبابك لوحدك. فيعني انا بنصحك، نصيحتي الوحيده ليكي انك انت تطلعي ولادك من المدرسه الخاصه دي ودخليهم مدرسه حكومي، وان شاء الله مستواهم هيبقى حلو وهيتبسطوا وكلكم هتبقوا كويسين. واشتغلي عليهم. وممكن كمان فكره تانية ان انت ممكن تشتغلي من البيت، يعني بدل ما هو اللي بيشتغل الشغلانتين، هقولك يعني ممكن تعملي حاجه اونلاين، ممكن تفتحي جروب اونلاين تبيعي فيه حاجات. يعني الاونلاين مال الدنيا والبنات شغاله وما شاء الله، الكل ربنا بيبعت له رزقه. ممكن تشتغلي اونلاين، بس انا شايفه ان التعليم كله، يعني انت تشتغلي وتحسني دخلك عادي مفيش مشكله، بس انا شايفه وجهه نظري ان التعليم كله دلوقتي بقى واحد، يعني اللي داخل حكومي زي اللي داخل التعليم كله بايظ يعني. فانت احسن لك واحسن لاولادك ان ابوهم يشتغل شغلانه واحده ويعيش معاهم ومعاكي، تعيشوا الفتره اللي انت هتضيعيها شبابك وشبابه في الشقه، وهتيجي بعد كده مش هتلاقي حب وموده بينكم، مفيش حوار، مفيش لمه، مفيش اسره. فانا نصيحتي ليكي الوحيده ان انت تفكري في موضوع المدارس الخاصه دي وخلي ابوهم في وسطهم احسن. صدقيني انت هتنبسطي والولاد هتنبسط وحياتكم هتتظبط خالص. ويا رب الفيديو يوصلك وتعرفي انا رايي ايه، ويا ريت تدعمونا كده وتعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.